قبل لا يبدأ المقطع طبعا في كم نقطة حابة أوضحها في المقطع. أول شيء شكرا لكم على الدعم الخرافي اللي كل شوي يزيد. المقطع اللي سابق قلت لكم نبي نوصل فوق 50 مشاهدة و10 لايكات. الحمد لله وصلتوا 10 لايكات وفوق 60 مشاهدة بعد مو 50، وحتى كل المقاطع صارت فوق على لايكات، فشكرا لكم. ثاني شيء في مقطع ريدستون أكاديمي قريب. طبعا شايفين المنطقة اللي هناك مجهزها طبعا علشان أسوي حلقة ريدستون أكاديمي. وثالث شيء اللابتوب اللي بتسوونه اللابتوب اللي انتم بتشوفونه الحين هذا مو من تصميمي ولا ابداعي، هذا ابداع شخص. بحط لكم رابط قناته تحت في الوصف. ف تبي تتعلم كيف تسوي لابتوب مثل هذا في ماينكرافت؟ خلك معاي وبتشوف كيف. اول شيء المكتب تحتاج اول شيئين، هو بلوكة وسلاب. طبعا انا اخترت الجولد بلوك وسلاب اللي هو البيربل. طبعا تسوي كده وتكسر فتكسر بلوك. فهذا الشيء، هذه الخطوة الأولى. فطبعا الخطوة الثانية وهي الأهم اللي تحتاج فيها كل هذه الأدوات طبعا، وتاخذ لك بلوك طبعا. اوكي، تجيب كاربت وتحط ارمور ستاند. اوكي حطيت هذا، فطبعا بحط شين هيلمت. وهذه هي الخطوة الأولى. طبعا الخطوة الثانية انك شو تسوي؟ تجيب الستير اللي انت تبي تسويه. انا بستعمل بيربر ستير، فتسوي كده وتخليها مقلوبة طبعا. وتحتاج تاخد بيستن وخليه على تحت. طبعا تخلي البيستن على تحت وتاخد اي بلوك. طبعا انا باخذ هذا البلوك اللي هو كوارتز، وتجيب بutton وتحطه، تضغط اوكي. بعدين تجيب كوارتز تحطه مرة ثانية، اضغط اوكي. هنا يبديك تكسر طبعا ليه ما يكون كذي. طبعا تجيب ايرون تراب دور وحطه من هذه الجهة، ويجيب ويتد بريشر بليت وحطه وكذا وخلاص. تحط بينتينج، حط بينتينج الرسمة اللي انت تبيها. طبعا هذه رسمة حلوة وخلاص. طبعا عشان تسوي الكرسي طبعا شيء مهم. وانا بستعمل هذه الاشياء. طبعا تحط سلاب، بعدين تجيب اي دور، بعدين تجيب بانر من هذه الجهة، وبانر من هذه الجهة، واخر شيء اللي هو البانر من هذه الجهة. وخلاص كذا تكون سويت الكرسي وخلاص. اوكي طبعا هنا وصلنا المقطع. اتمنى اذا عجبكم، فاذا عجبكم لا تنسوا تحطون احلى لايك وفيفورت سبسكرايب، واشكركم على الدعم المتواصل. ويا ريت هذا المقطع يوصل 10 لايكات مثل المرات اللي طافت. فكان معاكم عمر، ومع السلامة.